نيجي بقى للاوبجيكتيف بتاعت الليدز. لو هدفك تجمع بيانات من العملاء المحتملين زي الاسماء، ارقام التليفونات والايميلات، الهدف بتاع الليدز هو ده اللي انت هتختاره. فيسبوك هيسهل على الناس ملء نموذج مباشر داخل الاعلانات. يعني احنا ساعات كتير بنشوف اعلان زي الفورم كده، ادخل بياناتك، اسمك، رقم تليفونك، مش عارف، حجم الشغل، المكان العمل، التفاصيل اللي انت بتبقى محتاج تفلتر العملاء عليها. يعني اغلب العملاء يعني اللي بيخش يملي فورم بيكتب فيه بياناته كاملة قبل ما يبقى انت تفيده او تقول له مثلا السعر او حاجة، بيبقى مهتم جدا. فبناء عليه اصلا الليدز دي بتبقى، او الليد دي بتبقى سعرها عالي. طبعا لو انت يعني شغال على CRM او حاجة، فانت هتفهم الكونسبت بتاع الليد فعلا بيبقى عامل ازاي، او ايه الريكويرمنتس بتاعته. ان انت تبقى عايز اسمه، رقم تليفونه، واللوكيشن بتاعه، والجوب تايتل، يعني كام حاجه كده انت بتبقى محتاجها. ممكن تحط كل دول في الفورم. فيسبوك بيديك خاصيه ان انت ممكن تحط الكلام ده كله في فورم يظهر للعميل، والعميل يملى الفورم ده، وبعد كده الفورم ده بيتحول لك اوتوماتيك. ممكن انت طبعا حاجه ادفانسد شويه تعمل انتجريشن ما بينه وما بين اي سيستم CRM عندك، ودي طبعا بتبقى حاجه كويسه جدا وبتبقى مناسبه جدا للناس اللي شغاله اي كوميرس. خليني اقول لك على سيناريو مناسب للليد اوبجيكتيف. لو عندك شركه بتقدم خدمات زي التامين او العقارات، وعايز تجمع بيانات العملاء المحتملين علشان فريق المبيعات يتواصل معاهم، استخدم الليد.